رقم 5، بولندا السنه دي حلوه جدا للي عايز يعمل بيزنس، خاصه ان الاوكران دخلوا وبيشتغلوا بنصف راتب الشخص البولندي، فانت هيبقى دخلك هو بس العماله تقريبا نصف الراتب او اكتر. اكتر حاجه غليت الفتره دي ايجارات الشقق فقط. 6، بولندا من الدول السهله قوي انك تعمل فيها ورق، سواء دراسه او عمل او سياحه او تعديل وضع من سياحه، واتكلمت عن دوت في كل الفيديوهات التانية، يا ريت تتفرجوا على الفيديوهات، هسيب لكم اللينك في البايو. 7، بولندا من الدول اللي ما فيهاش طبقيه عاليه، مثلا اشهر مطعم بتاع بيتزا هنا ومصنف من احسن 100 مطعم بتاع بيتزا في العالم، دخلت فيه وكلت البيتزا اتفاجئت ان هي ب 50 زوتي، ومتوسط المرتبات هنا في حدود من 6 ل 7000 زوتي، فهو ده اللي عايز اشرحه لك، ان هنا بمرتبك تقدر تعيش عيشه كويسه وحياه كويسه كاكل وشرب وفسح. هتسالني طب ينفع احوش؟ هقول لك كنت حوشت في مصر يا حبيبي. اصرف وانبسط يا صاحبي. الحلقه الجايه هنتكلم عن اكتر حاجات كرهتها في بولندا، اشوفكم الحلقه الجايه، ويا ريت نبتدي نشير البروفايل عشان نوصل ل 60,000 متابع قريب. صباحك عسل.